و كثير من الأشياء الغريبة تحدث في هذا العالم. تخيلوا معي أن تنتهي من الclimate change والتغيير المناخي، تأتي إلى الزلازل، زلزال مكان بعد مكان، ضربة بعد ضربة، ضربة بعد ضربة. فأتمنى أعزائي الكرام لكم جميعًا السلامة، وخصوصًا الأخوة المقيمين في مدينة مراكش أن يحتاطوا بشكل كبير. ما لا أحد يدري ما الذي يمكن أن يحدث في الخطوة القادمة. أنا عندما تحدثت مع صديقي من هناك قلت له حاول أن في الخروج يعني في الشارع أن تتجنب البقاء بين مبانٍ، يعني مبنى يمين ومبنى يسار. يعني حاول أن يعني على الأقل تتجنبوا مثل هذه المباني، لأن السقوط ربما نتمنى أن لا يحدث شيء كهذا، لأن ربما إن استمرت هزة أخرى هذه المباني تسقط، وعندما تسقط يكون الحجر مثل المسدس. يعني عندما يسقط المبنى تكون وضربتها يا فأتمنى من الجميع يعني السلامة، وأتمنى لهم الصحة والعافية. و هذا ما يمكنني أن أقوله. كنت أذكر فقط عندما كنت في كينيا، كان كان هنالك ضرب زلزال طبعًا في سوريا في تلك المرحلة، وتواصلت مع الكثير من التلاميذ هناك، يعني قمنا بعمل جلسة لتهدئة الوضع، وأيضًا بعض الأشخاص من تركيا نفس الشيء، يعني من العرب هناك، وقمنا بجلسة هكذا لتهدئة الوضع وإنقاص الذعر والرعب. وها هو اليوم الآن في مراكش، ومن لديه يا أعزائي الكرام يعني أي يعني من هو من التلاميذ يعني بالذات في من مراكش